اللهم صل اللهم صل اللهم بارك. بصوا الجمال والحلاوه دي بقى. دي التشكيله دي كلها من كيلو دقيق. نصدق الكلام ده؟ اكيد طبعا كده، عشان دولت ايه اكتر من كيلو دقيق. بصوا الجمال ده، بصوا كعب الغزال ده. على فكره بقى دي عجوه، لكن دي شوكولاته. دي عجوه ودي شوكولاته. اللهم صل وبارك يا رب. ده ساده، ساده خالص للعيش والشاي. ده مش مولتو، ده بنفس المكونات، بس هوريها لكم داخل الفيديو عملناها ازاي دي وبقت كده معانا ازاي والحشو جواها ايه. تعالوا بقى نشوف كده ونفتح. اللهم بارك. انزلوا الاول دلوقتي اعملوا لي لايكات ونصلي على الرسول في الكومنتات، وارفعوا لي الفيديو جامد قوي قوي قوي، عشان فيه افكار كتير وحاجات كتير وسهل جدا 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 كل اللي فيه. كلنا هنعمل الحاجات دي. تعالوا بقى نفتح معانا الشوكولاته الاول. دي شوكولاته، بصوا مورقه عامله ازاي. دي شوكولاته. جميله والله، تحفه. اي واحده، مش عارفه والله اخد اي واحده. ناخد اي واحده عشوائي من العجوه. دي العجوه، عجينه بسيطه قوي، فردناها بطريقه بسيطه قوي برضو، وعملنا العجوه بطريقه حلوه هتشوفوها معانا في الفيديو. بصوا التوريقه، بصوا الجمال، بصوا الحلاوه لاخر حته جوه. بصوا، يا رب تكون كل التفاصيل باينه معاكم. تعالوا بقى ندوق ولا نبص على الباقي؟ ندوق برضو. جميل 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 جميل. عاوزه لايكات تغرق الدنيا. عاوزه كلكم تدوقوا معايا وتشوفوا وتبعتوا لي التعليقات بتاعتكم. بصوا ده بقى، ده الساده. بصوا، مفيش احسن من كده بقى. حاجات بتفاصيلها سهله وبطريقه جديده، وده كله من غير لبن. ده كله، الحاجات دي كلها عملناها من غير لبن. كل ده والله من غير لبن. تخشوا معانا تسمعوا الفيديو الاخر وتشوفوا الطريقه. كتيره خطيره، حاجات مفيش بعد كده. اللهم صل على سيدنا محمد. ننزل الكومنتات ونعمل صلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام. ودايما دايما دايما اشوفكم سعداء ومتهنيين ومعايا مبسوطين لحد ما تسمعوا الفيديو الاخر. مش عاوزاكم تملوا ابدا من الفيديو فيه تفاصيل كتير بس بسيطة قوي، عشان نقدر كلنا نعرف نعمل ازاي وكلنا هنطلع نتيجة كويسة جدا جدا جدا. احبكم دايما تكونوا فعلا مبسوطين ومعانا متهنيين، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونخش على الطريق. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أول حاجة كده، أول ما هنبدأ ندخل الدقيق ننزل نعمل كلنا لايك ونصلي على الرسول في الكومنتات عشان ناخد ثواب. اللايك بيساعدني، بيرفع الفيديو وهتاخدوا عليه ثواب، والصلاة على الرسول لما اي حد يخش في التعليقات هتاخدوا برضه عليه ثواب، عشان هيصلوا على الرسول معانا ناخد حسنات. أول ما نبدأ كده إن شاء الله. يلا يا أستاذة انتي عسل، انتي والأستاذة الأمورة، تنزلوا تعملوا لايك دلوقتي حالا عما نخلص نخيل الدقيق. لازم نخلط الدقيق كويس كده عشان ما يطلعش فيه اي حاجه، وعلشان كمان يدينا نتيجه كويسه في اي عجينه هنعملها، سواء في الكيك او في المخبوزات اي حاجه. طول ما احنا واقفين في المطبخ نذكر الله ونصلي على رسول الله. دول كيلو دقيق. الكيلو دقيق بياخد نص كيلو سمنه، ولو عاوزين نحط زيت مع السمنه نحط، يعني يبقى نص كيلو 500 جرام للكيلو الدقيق. العجينه بتاعتنا النهارده هنعملها من غير لبن. عاوز تعملها بلبن براحتك، بس احنا هنعملها النهارده من غير لبن. ده سمسم خدناه شوحناه شويه على البوتاجاز، هنحطه كده على الدقيق. وهنبدا بقى ان احنا هننزل بالزبده على الزيت على السمنه على اي بقى ماده دهنيه انت عاوزاها، واتفقنا ان هي نص كيلو. نبدا بقى ان احنا نقلب بسم الله الرحمن الرحيم كده بالراحه، نتعامل معاها بالراحه. نفرك نغلف الدقيق كله بالزبده اللي معانا او بالماده الدهنيه اللي معانا،
هنا ما حطيناش غير السمسم والماده الدهنيه والدقيق بس. قلبناها كويس الاول بمقصوصه كده او بحاجه كبيره عبال ما السمنه ما بردت، وبعد كده نبدا ان احنا نفركها بقى بايدينا، نغلفها كويس كده. هنا لسه ما حطيناش اي سوائل خالص غير الماده الدهنيه بس. غلفنا كده الدقيق كله، تجيبي من فوق ومن تحت كده وتقلبيه كله كله كله. نبدا بقى نعمل ايه السوائل معانا. اللي وصلت معايا لحد هنا الاول تعملي لايكات كتير وتصلي على النبي زي ما قلنا، ولازم يا جماعه تعملوا لايك عشان تساعدونا كلنا. المساعده على فكره حاجه مش قليله، اللايك حاجه بسيطه بس المساعده بتبقى حاجه كبيره وثواب كويس انكم بترفعوا الفيديو معانا وبتخلونا ان احنا نشتغل. هنا معايا ميه، هي بالظبط في المعيار 700 500 جرام. 500 جرام هنحط عليها فانيليا، وهنحط عليها معلقه صغيره بيكنج باودر، وهنحط عليها كيس خميره، وهنحط عليها ذره ملح، وهنحط 3 معلقتين 2 سكر. لازم بقى ان احنا نقلب كويس عشان السكر يدوب والملح والخميره وكل حاجه معايا هنا. دوبناه كويس. هنبدا بقى هنا كده ان احنا هنفتح جوره هنا كده نحط فيها عشان ايه نتحكم في السوائل. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نقلبها بقى كويس ونصلي على الرسول طول ما احنا شغالين عليه الصلاه والسلام. هنا انا سبت المقصوصه وبدات ان انا اشتغل بايدي. لازم تكون ايدينا نظيفه طبعا جدا، ولا كريم ولا زيت ولا اي حاجه. طبعا احنا خدنا عجين فيها بتاع تقريبا 5 دقايق. هي ديت عشان السمسم، هي مفتحه كده عشان السمسم اللي فيها كتير. انا مكتره السمسم في العجين. هنسيبها شويه كده، هي لمت معانا خالص اهيت وما بتلزقش في ايدنا خالص. هنغطيها ونسيبها شويه ونروح نكمل نعمل العجوه ونرجع لكم تاني. نعمل لايكات كتير ونعمل تعليقات حلوه. بالهنا والشفا. جبنا العجوه هنا اهيت وعملناها بزبده وقعدنا معاها كده لحد ما فكناها كويس عشان نستعملها في العجين. اول حاجه هنجيب كيس تلاجة كده علشان العجوه، نظبط العجوه ونفتح كيس من جنب واحد. فتحنا الكيس اهوت. هنفرد العجوه في يمه ونعمل عليها ميه تانية. اول ننزل نعمل تعليقات. اوعوا تكونوا نسيتوني في التعليقات. بصوا بقى طريقه ازاي، مش محتاجه ولا اي حاجه تعمليها عليه، بايدك بس كده. عايزين نخليها مستطيله، ورق واحد ما يكونش سميك، انا عاوزاه رفيع جدا. نفرد كده فيها، هي لسه سخنه فمش محتاجه اي حاجه.
خلصنا هنا العجوه، سمك العجوه اهو، مش هنقول نص سنتي حتى، يعني حاجه بسيطه قوي قوي كده، رفيعه. بصوا رفيعه خالص، ازنها هي الكيس. طول ما انتوا معانا ان شاء الله في القناه هتشوفوا حاجات جديده كتير، وهتشوفوا تفاصيل سهله، هتشوفوا حاجات مش معقده. هنعمل كل حاجه مع بعض ان شاء الله، ونفسنا تتفتح على عمايل. بس اهم حاجه عشان تلاقينا مع بعض اللايكات الكتير والتعليقات الحلوه. صورتي؟ نبدا بقى ان احنا ناخد من العجوه كده، ونحط للحتت اللي هي محتاجه معانا عجوه. ما تقوليش بقى قص دي وقص دي، احنا هنظبط الاول وبعد كده نشوف اللي يتقص نقصه. يلا بسرعه انزلوا اعملوا لايكات، انا بصحيكوا بس وهيكون حد فيكم اتخض. دي حقها لازم نحطها. ايه رايكم بقى في الرول الجامد ده؟ هنظبطها اهي. نقوم جايين هنا اهو، اهي درناها خالص عشان السوا كلها 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 كلها. يا سلام على الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. انا شايفاها ان هي يعني سمينة شوية، فبحاول انا ارفعها سيكة كده، حاجة بسيطة كده يعني. شوفوا بالتفاصيل ازاي المملة، بتفاصيل التفاصيل معايا واحدة واحدة هتعرفوا تعملوا كل حاجة، ولا مونتاج ولا بنشيل حاجة من الفيديو. نبدأ بقى ان احنا نقطع الحتة الصغيرة الاولانية ديت. بصوا بنحز كده باينة اهو، اهي. نعملها تاني. بصوا لو حركة السكينة مش باينة، متهيألي باينة كويس اهي. ماما لازم اصغرها كده عشان لسه هتخمر، لازم نعملها صغنونه قوي كده عشان لما تخمر وتزيد يبقى شكلها معقول، ما تبقاش الاوفر او اللي هي الكبيره او الضخمه دي. وبراحتك برضو يعني، بس انا شايفه ان الصغنن ده حلو قوي يعني. صلى على رسول الله. اللايكات ما تنسونيش. بصوا الحلاوه والجمال. صوره، شوفوا الصوره الجميله دي. هنا بقى هنعمل شكل جديد، والشكل الجديد معانا هنا اللي هو على المولتو. لا ده مش المولتو، دي حشوة الشوكولاتة. حشوة الشوكولاتة جبنا مكعبين شوكولاتة، عملنا لهم حمام مية، سيحناهم على حمام مية، وبدأنا ان احنا ناخد الشوكولاتة كده زي ما انتم شايفين، و نحاول ان احنا نملى سطح العجينة بالشوكولاتة. احنا عملناش بصراحة كتير بالشوكولاتة يعني.
ونبدأ بقى ان احنا نلف ونرول كده زي ما كنا بنعمل العجوة بالظبط، ونحاول ان احنا ما نخليش الشوكولاتة تخرج مننا عشان ما تسيحش، وعلشان كمان ما تلزقش. شفت الزيادة احنا عملنا فيها ايه، زيادة احنا شلناها علشان في السوا كمان ما تنحرقش في السوا وتعمل ريحة ودخانة هتبوظ الدنيا. اهوت هنا قفلناها اهوت زي ما انتم ما شايفين، قفلناها كويس وحكمناها كويس، وهنبدأ ان احنا نرولها كمان تاني. بالتالي حشوة الشوكولاتة برضو بسيطة خالص، حتى لو حشناها جبنة حشناها اي حاجة هتمشي. هو بيبقى لسه طالع، بيبقى طري وبيبقى جميل جدا. اهيت معانا النتيجة بتاعة الشوكولاتة. صلوا على سيدنا محمد، ونعمل اشتراك. اللي ما عملتليش لسه اشتراك هتعمل لي اشتراك ان شاء الله. كلكم هتعملوا اشتراكات على الفيديو الجميل ده. تفاصيل تفاصيل، واحدة 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 مع بعض لحد كلنا ما نتعلم. هنا بقى دخلنا على المولتو، او على اللي شبه المولتو، العجينة اللي شبه عجينة المولتو الفورمة، لكن العجينة هي العجينة بتاعت القراقيش اللي احنا عملناها، او بتاعت البنين، او بتاعت كعب الغزال، اللي ريحكم يعني. قطعناها كده على تقطيعة الكرواسون ده المولتو زي ما انتم شايفين كده، تفاصيل صغيرة قطعناها قطع صغيرة بالظبط كده. ونبدأ ان احنا نحرفها كده من الجناب عشان لما نيجي نطلعها تطلع معانا حلوة. تمام قوي كده. دول بقى معلقتين سمسم وعليهم معلقتين عسل نحل، معلقتين سمسم ومعلقتين عسل نحل، عشان العسل بيخلي السمسم يمسك في العجينة وما يقعش، وبعدين هو هيبقى جواها كمان، فهيساعد ان العجينة نفسها تتماسك زي ما انتم شايفين كده. الله 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 الله. بصي بنعمل بولتو. بحبك قوي اللي قاعدة لحد دلوقتي بتسمعي الفيديو ومتابعاه الاخر، وهتنزلي تعملي لايك وتعملي تعليق حلو، يستاهل تعبي معاكم النهارده. دوت المولتو بعد ما عملناه، شفتوا اللي نازل منه ده؟ ده بقى السادة، السادة خالص. قطعناه عادي بالسكينة وبدأنا